عندك اوجاع في كل حته في جسمك، في مفاصلك وفي كل عضلاتك رغم ان تحاليلك سليمه. تعال اقول لك عندك ايه. في البدايه كده تابعنا عشان كل يوم تعرف معلومه طبيه مفيده. بيحصل لخبطه في الاشارات العصبيه بتاعه الالم. جسمنا مش بيعرف يتعرف على اشارات الالم. يعني الاقي الم في الرقبه وبعدها على طول الم في الكتف، بعدها يبقى الم في الركب. كل المفاصل وجعاني، عضلاتي كلها بتوجعني. لخبطه في الاشارات العصبيه بتاعه الالم. كمان في نرفزه شديده وتوتر واكتئاب وساعات اكل كتير وساعات فقدان شهيه، وخز وتنميل في الدراعين والاطراف، اضطرابات في المعده والقولون. هو في ايه بالظبط؟ ده طلع مرض خطير جدا فعلا، وبيصيب الستات اكتر من الرجاله. هي دي الفايبروميالجيا. طيب بقى والحل ايه؟ بداية المريض بيتشخص من دكتور المخ والاعصاب او استشاري الطب النفسي، هيقول ان هو عنده فايبروميالجيا، هيدي له علاج نفسي ويهيئه نفسيا ويبعته لاخصائي النفسي. بعد كده يجي الدور المهم جدا وهو دكتور العلاج الطبيعي، اللي هو هيقلل الالام الموجوده في كل المفاصل وهيعمل ريلاكسيشن لعضلاته ويرخي بعض العضلات المشدوده. وبعدين دكتور التغذيه، وده الدور الخطير بقى في الموضوع، لان احنا بنلعب على تهدئه القناه الهضميه. القناه الهضميه لان هو العيان ده عنده قولون عصبي، العيان ده عنده توتر، عنده شويه امساك، عنده شويه اسهال، عنده اكل عاطفي، ساعات ياكل كتير وساعات يبقى فائد للشهيه. اول حاجه لازم نوقف السكر والكافيين والدهون الكتير والمعلبات والمقليات. خضار اكتر كمضاد للاكسده، بروتين قليل، ولازم ميه كتير. اخر حاجه الصيام المتقطع، وده مهم جدا لتقليل معاملات الالتهاب. وكمان الصيام المتقطع هيزود الاوتوفاج اللي هو ايه؟ طرد الخلايا التالفه بره الجسم. في اي سؤال سيبهولي في التعليقات وانا هرد عليه بنفسي. دكتور محمد حسنين، استشاري التغذيه، تحت امركم.